القطاع الخاص دايما بيكون الحصان الرابح، لأن اللي بيكسب به بيلعب به بالبلدي كده. وأي حكومة في العالم بتحاول تبعد شوية عن المكسب والربح، تتواجد في المجال ولكن لا تنافس القطاع الخاص على الإطلاق. أي حكومة بتحاول تقلل التكلفة في أي مشروع تدخل فيه، ولكنها بتشجع الاستثمار وتحقق الربح بهامش بسيط، وماله ما يضرش مش عيب. ولكن لما الموضوع بيتعلق بالزراعة وانت عندك الخامات والمناخ اللي يأهلك، ممكن تعمل حاجة كويسة. كمان لما يكون في سماد وأجواء كويسة وتنافسية بتحقق إيجابيات قوية، خصوصا إن شعب مصر بيشتهر بالمزاج العالي، ودي حاجة ما يختلفش عليها اتنين. احنا في المراية جايين نتكلم عن صناعة المزاج واستثماراته والأبعاد اللي الدول التانية بتعتمد عليها عشان تحقق فائض كبير بالعملة الصعبة. وخليك فاكر، احنا مش بنعكس الخبر، لكن بنتعمق في التفاصيل وبنقول لك الجديد عشان تبقى على دراية بكل شيء. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. واحنا بنبدأ كلامنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لازم نسأل سؤال جوهري: هي مصر ممكن تقدر تنجح في استغلال مساحتها الزراعية لزراعة البن، ولا الإمكانيات ما عادتش قد كده، ولا احنا أصلا ما عندناش أراضي؟ النص الأولاني من السؤال ده تقدر انت تجاوب عليه ببساطة لو تابعت حلقة الديون اللي قبل اللي فاتت في المراية، لما قلنا فيها ان مصر ما عندهاش مانع تصرف بقوة على أي مشروع يحقق أرباح أو يكون له أهمية وعائد كبير، وإن أزمة الديون المعضلة مش هتعطلها لكن بشروط. ابقوا تابعوا الحلقة اللي فاتت. لكن دلوقتي خلينا نرد على السؤال اللي سألناه فوق عشان ما نتوهش. أيوة يا ريس، مصر تقدر تستغل المساحات الزراعية، وزي ما قالت الدكتورة نهاد مصطفى أستاذ الفاكهة الاستوائية بوزارة الزراعة، إنه من الممكن إنتاج شتلات لزيادة مساحة البن في مصر، وده في محطات بحوث البساتين بالقناطر الخيرية، ومناطق محددة تانية في البحيرة والأراضي الجديدة المستصلحة في توشكا، وده بعد ما نجيب أفضل السلالات من أشجار البن ونزرعها في الأراضي المصرية. ورغم ان الكلام ده كان من 6 سنين، الا ان في بشريات على ارض الواقع بعد اعلان المهندس احمد الحجاوي في اخر مايو اللي فات نجاحه في تجربه فريده لزراعه البن في مصر، وحصل منها على اول محصول في بدايه السنه دي، لتصبح تجربته الاولى في مصر اللي بتسجل نجاح كويس على المستوى الفردي. الحجاوي حصل على 7 كيلو جرام من كل شجره، وبيكسب منها 5000 جنيه، خصوصا ان بيع الكيلو الواحد خام ب 1000 جنيه، وده ثمار فقط، بعيدا بقى عن التحميص والتحويج والاضافات التانية، لانه لو حمص وعمل الشويتين بتوع البن على البيع في الحالة دي السعر هيقل والكيلو هيوصل ل 300 وبيوصل ل 500 في بعض الاماكن. التجارب اللي بتحصل زي الحجاوي على سبيل المثال بتتم بشكل فردي، ورغم ان في تحرك حكومي قوي هنذكره كمان شوية بالارقام، الا ان الجهود فيه بتمشي ببطء شوية. خليني صريح معاكم واقول لكم شويتين 3. نيجي للسؤال الاهم: هل مناخك مؤهل اصلا لزراعه شجره البن في مصر ولا لا؟ فصل الربيع والشمس الدافيه والهواء اللي موجودين في الاسماعيليه على سبيل المثال بيساعدوا جدا على زراعه البن في مصر، وفي محافظات كتيره فيها مزارعين على اعلى مستوى. عندك البحيره وإيدكو كمان من الاماكن المؤهله، خاصه في المحافظات اللي فيها عدد كبير من مزارع المانجا. ممكن المانجا تخش كده مع البن لان هي بتساعد في نمو شجره البن، واللي بتعتمد على المناخ الاستوائي الحار الممطر الدائم. ما تيجي يا عم فرج نبص للناس التانيين ونشوف عندها ايه؟ ما احنا في المراية بنبص على الزاوية العكسية عشان نشوف الجهة المقابلة بتقول ايه. من كام شهر الناس ابتدت تتكلم على طعم القهوة السيء، وان هي بقت عبارة عن نوى بلح وسوداني مخلوط بحاجات تانية كده مش مفهومة، وده بعد تراجع انتاج وزراعة البن في العالم مقارنة بالطلب المتزايد. منظمة القهوة الدولية اعلنت ان الاستهلاك العالمي للسنة الثانية على التوالي يفوق المحصول، وده بعد ما ضرب الجفاف المزارع في البرازيل وعمل أزمة كبيرة في كل أنحاء العالم بواقع 3.7 ملايين طن، تعادل 36.8% من الإنتاج العالمي من البن، وده بيحقق دخل قوي للبلد وصل في 2022 ل 16.4 مليار دولار، وبيجي بعدها فيتنام وكولومبيا وأندونيسيا وأثيوبيا على الترتيب يعني. طب يا ريس، الصناعة والزراعة رايحين على فين في البرازيل؟ البرازيل عندها قدرات طبيعية رهيبة، وقدرت تستغل ده أثناء النهوض الاقتصادي. الأنهار والأمطار والمناخ الكبير لإنتاج محاصيل كتيرة جدا، على رأسها طبعا البن والفواكه المتنوعة وقصب السكر وفول الصويا بقيمة 74.7 مليار دولار. ولكنها حطت خطة قوية بعد 5 سنين من دلوقتي إن هي تنتج الطلب المحلي اللي هيوصل 13 مليون طن بعد توسيع مساحة الأرض الزراعية. طب هل مصر بقى خدت خطوات إيجابية في صناعة المزاج ولا واقفة مكانها؟ بص يا ريس، بكل أمانة وشفافية زي ما أنتم متعودين معايا، القيادة في مصر بدأت تجارب على تنفيذ المشروع في بيئة ومناخ البلد،
وفي بداية 2020 أعلنت الحكومة أنواع من الشتلات الخاصة. معهد بحوث البساتين في القناطر الخيرية كمان بدأ دراسات بمبالغ كبيرة لزيادة مساحة أشجار البن في مصر لأنها المناطق اللي تصلح. مصر بدأت زراعة السلالات للبن وهتشهد الدخول بقوة للخريطة من خلال الشتلات الهجينة المعدلة وراثيا لإنتاج بن مصري سعودي يمني. الأبحاث شغالة عليها من سنين طويلة. المساحة المزروعة بعد نجاح التجارب حوالي كام إيراد، ولكن في الفترة اللي جاية هيكون في مزارع كبيرة على 300 فدان. القهوة خلي بالك بتعتبر تاني أكبر السلع تداولا وتالت أشهر المشروبات بعد المية والشاي، وفي دول كتيرة جدا بتكون رقم واحد، وعشان كده ملاذ آمن للاستثمار وأكثر القطاعات جذبا للاستثمار في العالم، خصوصا إن إيرادات سوق القهوة عالميا 360 مليار دولار في 2020. أنت متخيل الرقم؟ هل المزاج بس اللي في خطر من موضوع البن؟ عايز أقول لك مش بس مزاجنا بس اللي في خطر. تراجع صناعة القهوة خلى جيوب كتيرة وشركات وراس مال يبقى في الهواء. الصناعة كلها ممكن تروح في داهية. تونس على سبيل المثال فيها قرابة 120 ألف شخص بيتأثروا بشكل مباشر بالقهوة وصناعتها. لما حصل أزمة كبيرة السنة اللي فاتت في تونس بسبب القهوة، الناس ما بقتش تروح الكافيهات أصلا، وتراجع البيع بشكل كبير جدا في المقاهي. الديوان التونسي للتجارة خسر بنهاية 2022 100 مليون دينار في قطاع توريد القهوة لوحده. المورد كمان بقى بيخسر جدا بسبب ارتفاع أسعار القهوة العربية 100%. مش بس كده، احنا اعترنا على تقرير دولي بيقول ان مؤشرات استهلاك القهوة في الدول العربية بتظهر نمو كبير، ومن المتوقع زيادة نسبة الاستهلاك ل 70% من النسبة الحالية. طيب خريطة فنجان القهوة بتاعت العالم رايحة فين؟ العالم بيستهلك فوق النص تريليون كوباية وفنجان قهوة سنويا. الدول اللي بتزرع البن 80 دولة بس، واللي بيشتغلوا في القطاع بشكل عام 500 مليون بني آدم. البرازيل لوحدها بتستحوذ على تلت السوق. إيرادات سوق القهوة عالميا تريليون و200 مليار دولار، ده من 2018 وحتى 2022 بس. الإيرادات المتوقعة من القهوة في العالم نهاية السنة اللي احنا فيها دي ممكن توصل ل 500 مليار دولار في السنة. تخيل لو مديت ايدك بما يرضي الله عشان تطلع جنيه أو دولار من كل الناس دي، انت ممكن تكسب ايه في النهاية؟ نرجع تاني لمصر ونقول اننا جايين في المركز الثالث ضمن الدول المستوردة للبن بقيمة 115.5 مليون دولار، وده رقم كبير جدا وبتقف عليه صناعات كتيرة جدا. وعشان كده مصر ابتدت تدخل اللعبة وتهتم بزراعة البن. احنا هنا بنحاول نعكس الصورة مش ليك بس، للحكومة نفسها، ونقول لهم خشوا بتقلكم في المجال، حاولوا تاخدوا خطوات أسرع عشان نلاقي في النهاية دولارات وعملة صعبة. لما ننجح ونصدر بأقصى سرعة عشان ندخل بلادنا دولارات، احنا في أمس الحاجة ليها، خصوصا ان احنا ممكن نعمل أحلى شغل بحبة دعاية وترويج لمنتجاتنا الزراعية اللي بتغزو وما زالت موجودة في العالم والكل بيشيد بيها وبجودتها. وزي ما قلنا قبل كده، لما يكون عندك العالم في أزمة شديدة في ظل التنافسية الحالية، اخرج انت من الأزمة دي بانك تحاول تحل وتحط آليات من خلالها تقدر تقول أنا موجود وأحل بأرضي ومناخي وقوتي الناعمة اللي بتتمثل في الأيدي العاملة اللي بتعشق تراب مصر ونفسها تكون أعظم دولة في العالم. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة عشان نطور المحتوى، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. السلام عليكم ونشوفكم على خير.